بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا كنت نزلت لكم تصويت النهارده على القناة بخصوص موقع كورسيرا، والحاجة اللي انا اتكلمت عنها في الموقع ده في المنصة دي اللي هي الدعم المالي. النهارده انا جيت اشرح لكم يعني ايه الدعم المالي بتاع كورسيرا وايه اللي ممكن استفاده من الدعم المالي ده. انا بس عايزك تركز معايا علشان الموضوع اسهل بكتير مما ممكن تظن، ومفيد بشكل كبير. انت بعد ما تعرف ايه هو الدعم المالي هتقدر من خلاله تاخد كورسات كتير. يعني مثلا عندنا في الصفحة دي انا بادئ في تخصص اسمه التعلم الآلي. التعلم الآلي ده انا عشان واخد اسبوع مجانا بس من المنصة، فانا عندي هنا سجل مجانا بس مش هاخد كل المميزات بتاعته. طيب الكورس ده فيه ايه؟ هو مش كورس، هو زي تخصص كامل لانه فيه 3 دورات زي ما انت شايف. تخصص 3 سلاسل دورات تدريبية. عندك الدورة دي 33 ساعة، دي 34 ساعة، ودي 27 ساعة. يعني لو جمعناهم على بعض هيعملوا رقم محترم، هيعملوا رقم ممكن يعدي 100 ساعة أظن، أو ممكن مثلا يجيب 100 ساعة. فاحنا هنا علشان ناخد الكورس ده ببلاش وبكل الصلاحيات بتاعته بندوس على المساعدة المالية المتاحة، هنلاقيها مكتوبة هنا. في حالة إذا كان الكورس أو التخصص ده ما يقبلش الدعم المالي فهنلاقي دي مش موجودة، وهيجيب لنا زي ما انت شايف التخصص بالنافذة اللي طلعت قدامنا دي. أنا هنا زي ما انت شايف كل دورة منهم ليها سعر، تمام؟ ينفع اخدهم كلهم؟ ينفع، بس مش مرة واحدة. ازاي؟ يعني انت النهاردة عندك 10 طلبات، ال10 طلبات دي في الوقت نفسه. يعني انا النهاردة 2/4/2024 ليا 10 طلبات، 10 كورسات ممكن اقدم ان انا عايز اطلبها ببلاش واخد عليها دعم مالي. فانا بعمل كده ازاي؟ انا مثلا عندي التخصص ده 3 كورسات، تمام؟ فهو مش هيحسبهم 1/10، هيحسبهم 3/10، لان ده 1 طلب وده طلب وده طلب. ده $50 وده 50 وده 80، يعني مع بعض $180. فانت هتوفر $180 قصاد ان انت هتاخد 3 كورسات. احنا بننزل على القناة الكورسات بتاعت يوديمي، كورسات بتكون مثلا اغلى حاجة ممكن الاقيها 50 60، ده اللي هو الكورس الغالي اوفر على يوديمي. لكن شوف هنا اي تخصص هتلاقيه هنا باسعار فلكية. وده ليه؟ لان المنصة بتاعت كورسيرا بتدي كورسات جاية من الجامعات وجاية من المؤسسات الكبيرة زي ما انت شايف جامعة ستانفورد. فانا مش هطول معاكم في الكلام، انا بس حبيت افهمكم ليه الكورسات غالية كده. فاحنا عشان نقدم على الدعم ده بنختار مثلا الدورة الأولى اللي هي التعلم الآلي الخاضع للإشراف، وهندوس التالي. بعد كده بيقولك تم تحديد كورس التعلم الآلي الخاضع للانحدار والتصنيف والكلام ده، وبيقولك هنا المراجعة ممكن تاخد 16 يوم. فانت بتدوس المتابعة للتطبيق وبتستنى حبة لحد ما بيحمل معاك الصفحة اللي هنلاقيها دلوقتي قدامنا. هنلاقي الصفحة دي حملت قدامنا. كل اللي احنا هنعمله هنملى البيانات دي زي ما هقولك دلوقتي. أول حاجة هنا المستوى الدراسي، تديله المستوى اللي انت فيه او المستوى مش انت فيه، عادي براحتك. انا عن نفسي مثلا هكتب له الشهادة الجامعية. هنا هتختار عملة، هتختار الدولار. وبعد كده هنا بيقول لي ادخل الدخل السنوي، انا عن نفسي هكتب 1000. وبعد كده هنا بيقول لي حالتك الوظيفية، دوام كامل، دوام جزئي، بلا عمل، طالب. بما اني مخلص الشهادة الجامعية فمش هقول ان انا طالب، هقول مثلا دوام جزئي. وبعد كده هنا يقول لي لماذا تتقدم بطلب الحصول على المساعدة المالية. علشان ترد على الطلب ده انا سايب لك رسالة، او يعني زي ما تقول كده ملف في الردود اللي انا هجيبها لك النهاردة. انا سايب لك في الملف اللي تحت الرسالة دي ورسالة تانية هنستخدمها كمان شوية. اول حاجة الرسالة دي بتقوله ان انا فريلانسر من مصر عايز اتعلم وعايز اخد الكورس ده، يعني عايز اتعلم واكتب انا اسم الكورس هنا بين القوسين دول. المهم بعد ما بنعلم كله، انت لو عايز تقرا الرسالة من تاني ما عنديش مشكلة، لو مش عايز خلاص. انا عن نفسي كفاية ان انا بس بدلت اكتب اسم الكورس باسم الكورس وبعد كده بدوس التالي. يجيلي هنا ما المبلغ اللي تستطيع دفعه للحصول على الدورة. انت ممكن تقول 0، ممكن مثلا تقول له مبلغ ضعيف، يعني تقول له 5 10. هو برضو في كل الحالات هيديلك الكورس ببلاش. فانا مثلا هقول له $5. وبعد كده هنا بيقول لي كيف ستساعدك الدورة التدريبية على تحقيق أهدافك.
برضو نفس الموضوع هنا سايب لك الرسالة التانية اللي انا قلت لك عليها. في كل اللي انت تعمله هتنسخها وهتلزقها هنا، هي الرسالة الاولى اللي فوق دي والرسالة التانية هنا اهي دي. خدها كده كوبي هنا نعمل لها نسخ، ونفس الموضوع نعمله برضو نكتب اسم الكورس. ملحوظة زيادة هنا بيقولك اسم الجامعة لو متخرج، ولو طالب اكتب انك طالب. انا كتبت ان انا شهادة جامعية، فانا اقول مثلا اني مش I'm a fresh graduate from، هو بيقولك ان انت خريج من، فانت هنا تكتب الاسم الجامعة بتاعتك. فانا هكتب اللي هي بني سويف يونيفرسيتي بس. وبعد كده نراجع بس الرسالة مرة أخيرة مش هنلاقي فيها مشاكل، وبعدها بننزل تحت نحط صح على دول. بعد كده بيقولك يرجى كتابة الجملة التالية ووفق على شروط المذكورة في أعلاه. فأنا بدوس كوبي بنسخها أو بكتبها، لو أنت عايز تكتبها اكتبها، بس أنا بنسخها بس عشان ما نهدرش وقت. وبعد كده بدوس على علامة الريبوت ونستنى لحد ما تدينا الواجهة دي. حل طبعا الكباتشة، ولما تدينا صح ندوس على مراجعة. هيظهر لنا الطلب اللي احنا عملناه كله، كل المعلومات اللي احنا كتبناها. هندوس على تقديم الطلب، هيجيب لي بعدها انه تم بنجاح انهم اتلقوا الطلب بتاعنا، وبيجيب لي هنا كلام انهم استلموا هنا يفتح لك الدورة، بس ايه هيدي لك نبذة بسيطة عنها، مش تقدر تاخد الصلاحيات كلها، فاهمني؟ بس وبعدها هتلاقي انهم بعتولك على الايميل في المدة اللي هم قايلين لك عليها، ويمكن ان شاء الله اقل منها كمان، بس انت تكون متابع كويس على الايميل. تلاقي ايميل جالك من كورسيرا انك تم قبول الطلب بتاع الدعم المالي بتاعك، وتقدر تاخد الكورس اللي انت قدمت عليه دعم مالي ببلاش. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة. اتمنى يكون الفيديو افادكم. لو استفدتوا من الفيديو انزلوا اعملوا لايك واشتراك، وسايب لكم لينكات الانستا والتليجرام تحت، ياريت تنزلوا تشتركوا وتنضموا لنا على السوشيال ميديا المنصات المختلفة، لأننا بننزل محتوى مفيد على التليجرام وعلى الانستا. ولو عجبك المحتوى بتاعنا اشترك وفعل زر الجرس واكتب كومنت تحفيزي ولايك وبس. سلام.